السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. فطارنا النهاردة فطار سهل جدا، ما بياخدش اي وقت، وكمان فطار عزومات. والناس بقى اللي اتأخروا على الفطار هيعملوه على طول، ما ياخدش منهم اي وقت اطلاقا. هنعمل النهاردة طاجن صدق بالبطاطس بطريقة حلوة جدا، هيشرفك في العزومات وطعمه هيطلع في منتهى الجمال. معايا صينية فاضية على النار، نزلت فيها بمعلقة سمنة سخنت. ننزل بقى بالصدق نشوحه تشويحة تمام كده من كل الجوانب لحد ما لونه يتغير معانا زي ما هتشوفوا دلوقتي. عايزه اقول لكم يا جماعه، الطاجن ده ما ياخدش اي وقت خالص، وبيطلع حلو جدا، ومن اسهل الطواجن اللي ممكن تعمليها في اي عزومه. جنب بقى شويه رز بشعريه حاجه كده، اللهم بارك، تحفه. نزلت بكميه الصدق اللي معايا، ما تقلبش على طول الا ما ياخد لون كده، وعلى نار متوسطه علشان ما ينزلش الميه بتاعته. تمام، وكده كده هو هينزل دهون. محضره بقى بصل كده مقطعاه اي تقطعاه انت حباها. كيلو الصدق هياخد 3 بصلات وسط يا جماعه. قلبي بقى كده لحد ما ايه البصل بتاعنا يدبل كده زي ما انتوا شايفين. ننزل بمعلقه توم، 3 فصوص توم للكيلو. هننزل برشه فلفل اسود ورشه بهارات لحمه، ونظبط الملح، واعملي حسابك ان الصدق بيجي متبهر وفيه كل حاجه وكمان فيه ملح. تمام، يبقى ما تكتريش قوي ولا تبالغي في البهارات ولا الملح. نقلب بقى كل الحاجات دي الحلوه كده كده مع بعض. ننزل بقى بفلفل رومي كده على حامي. قلبي بقى كويس جدا. معايا بقى بطاطس كده مقطعاها مكعبات. ننزل على طول بالبطاطس دي ونديها برضو تقليبة كويسة. عايزين كل المكونات كده كلها تتشوح مع بعض وتاخد من طعم بعض كويس جدا. وبسم الله ما شاء الله، الريحة والطعم كانوا في منتهى الجمال. ننزل بقى بصلصة يا جماعة معانا بدون أي إضافات. أنا كده مسوياها بدون أي إضافات. ونرجع نقلب برضو كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش أي وقت، والطعم حلو جدا. نبتدي بقى نجيب الطاجن بتاعنا وننزل بكل المكونات القمر دي كلها كده في قلب الطاجن. في الوقت ده انا مولعه الفرن طبعا، علشان بقى ايه يخش الفرن بقى يكمل سواه. زي ما انتوا شايفين، وبلاش تقطعوا الصدق يا جماعه، سيبوه زي ما هو كده علشان ما ينزلش اللحمه اللي جواه كده، ويفضل ايه محتفظ بقوامه وشكله الحلو. تمام، يعني سيبوه سليم زي ما هو، بالذات في الطواجن يا جماعه. انزل بقى بكميه الحاجات الحلوه دي كلها كده في قلب الطاجن كلها. ونزود بقى الطاجن ده بقى ايه كوبايه ميه كده بتغلي، اهم حاجه تكون سخنه بتغلي، تمام، بلاش بارده. نظبطه كده. طبعا الصينيه اللي كنا بنشوح فيها بقى ايه نبتدي نمصمصها كده بالحاجات الحلوه اللي فيها، وننزل فيها تاني كده هزه حلوه كويس للطاجن. ونغطيه وندخله الفرن، مش هياخد اي وقت. تعالوا بقى على ما الطاجن بتاعنا يستوي نعمل احلى شويه رز بشعريه. ما هو طاجن الصدق بالبطاطس دوت ايه ما يحلاش الا بشويه رز بشعريه. نزلنا كده بمعلقه سمنه كده تسخن معانا، وننزل بالشعريه. وعلشان الرز ابو شعريه يطلع معاكي مظبوط، نص كميه الرز شعريه، يعني لو كيلو رز يبقى نص كيلو شعريه. تمام. نقلب بقى كويس لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. نكون غاسلين الرز بتاعنا ومصفينه من الميه كويس جدا. انزلي بقى بالرز وشوحيه كويس جدا لحد ما تسمعي صوته كده ايه بيتخانق مع الشعريه في قلب الحل. تمام. وطبعا كالعاده جنبي بقى ميه بتغلي اهي، علشان انزل على ايه على الجماد ده كله بالميه بتغلي، ما ياخدش منك اي وقت. نزلنا بالملح بقى نظبطه، ونرجع نديله تقليبه حلوه وتشويحه حلوه بالملح كده. كده تمام وزي الفل. انزل بقى بالميه اللي انا غلياها،
وسر المية المغلية دي اللي ما الرز ما ياخدش منك أي وقت ويغلي، يعني 15 دقيقة وتاكلي شوية رز مفلفلين مستويين، اللهم بارك كده، حاجة في منتهى الجمال. نغطي ونسيبه يغلي لحد ما ينشف من ميته، ونهدي على نار هادية خالص. تمام. طبعا بقى كان عندي شوية لحمة مفرومة من أول يوم في رمضان، عملنا صينية جلاش كده إيه جنب الطاجن ده. وادي الرز بقى استوى وبقى مفلفل ومعانا اللهم بارك زي الفل. ابتدى بقى ايه وقت الفطار، هنفرغ بقى الاكل كده. وهو ده النهارده يا جماعه بقى كان فطارنا، فطار حلو جدا ما خدش مني اي وقت اطلاقا. زي ما انتم شايفين الطاجن بتاعنا طلع من الفرن اللهم بارك. هنديله بقى رشه بقدونس كده، واحلى طاجن بجد هيشرفك في اي عزومه، ومن اسهل الطواجن اللي تقفي تعمليها. كده بقى وصلنا ايه بقى لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يكون نال اعجابكم، واتمنى ترفعوا بلايك وتعملوا اشتراك في القناة. وكمان ما نسيناش بقى ايه طبق السلطة والعصاير، كانت جوافة كده باللبن وشوية مخلل، فطار حلو جدا ويفتح النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.